أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بيك يا برج الثور. النهاردة يا برج الثور هنتكلم عن الأسبوع الأخير من شهر مارس لعام 2023. أولا قبل كل شيء رمضان كريم يا برج الثور، وكل عام وأنتم بخير. النهاردة يا برج الثور هنتكلم عن قراءة تفصيلية لهذا الأسبوع، فلو أول مرة تشوف القناة شرفنا بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان القراءة دي يا برج الثور قراءة عامة، يعني تنفع لرجال وسيدات برج الثور. برج الثور، رسالة الفلك ليك حد يعمل كده في نفسه تفكير غير منطقي يا برج الثور. رسالة الفلك ليك تاني يا برج الثور، حد يعمل كده في نفسه تفكير غير منطقي يا برج الثور. برج الثور، رسالة الفلك ليك رسالة تحذيرية. أولا يا برج الثور، تنتبه جيدا 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 لطريقة تفكيرك، وتخلي بالك يا برج الثور من صحتك ومن نفسك ومن كل شيء انت بتعمله يا برج الثور. لانك الاسبوع ده يا برج الثور هيكون عندك شعور بالاندفاع، يعني انت يا برج الثور مندفع، بتفعل الشيء بتسرع بدون حكمة وبدون تفكير مسبق لهذا الشيء. بتعمل اي شيء يا برج الثور بدون ما تخلي بالك من نفسك، من غير ما تخلي بالك من صحتك. ليه بتعمل كده يا برج الثور في نفسك؟ اهتم بصحتك، اهتم بجسدك، اهتم بنفسك، اهتم يا برج الثور بكل شيء يخصك. بلاش التسرع، بلاش الاندفاع يا برج الثور، بلاش انك تعمل شيء يضر نفسك ويضر صحتك يا برج الثور. بالنسبة لطريقة العمل بتاعتك يا برج الثور، انت اليومين دول بتمر بركود يا برج الثور في العمل، وده بسبب انك نفس الاسلوب ونفس التفكير وطريقة العمل هي يا برج الثور. حاول انك تطور نفسك يا برج الثور، حاول انك تكون عندك تفكير وحكمة ودراسة اكثر من اللي انت فيه الان. برج الثور، اهتم بطاقتك الجسدية، اهتم بوزنك، اهتم بلياقتك البدنية، اهتم بصحتك نفسها يا برج الثور. خلي بالك من صحتك يا برج الثور. كمان برج الثور، بالنسبة لطاقتك العاطفية، انت بينك وبين الحبيب في حب حقيقي، ولكن انت يا برج الثور دايما بتميل الى الشك والقيل والقال. فخلي بلاش موضوع الشك والقيل والقال ده يا برج الثور. فكر بطريقة منطقية، فكر بطريقة جميلة، فكر في بكرة، فكر بأن يكون عندك خير وفرح وسعادة بينك وبين الحبيب. كمان يا برج الثور، بالنسبة لغير المتزوجين، الأسبوع ده ما تضيعهوش من يدك، لأن هيكون عندك يا برج الثور زيارات لبعض الأقارب، فممكن تختار منهم الشريك المناسب أو يشوفك الشريك المناسب ليكي. فلا تتردد بالخروج والفسح والزيارات المتبادلة بينك وبين الأقارب والأصدقاء. برج الثور، أنا مش هطول عليك، ولكن لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإلى اللقاء.